رحلة جميلة جدا اسكندرية، مكتبة اسكندرية والمتحف الجميل. نشوف ونتفرج فيها على حاجات بسيطة وسريعة كده. شاهدوا متعايشة. لسه عشان خد كاس العالم. نعم ما بحسبها بايه؟ كاس افريقيا. السنة اللي فاتت خدها. لا ميسي اتجابت كتير فيه، بس السنة دي يستحقها عشان كاس العالم. في وقت كان انيستا يستحقها وما خدهاش. انيستا. وفي وقت شنايدر بتاع الانتر كان يستحقها وما خدهاش. ليه؟ دي السنة اللي فيها صرموهم على شغل على 2010 مع مورينيو. عمل كل حاجة في السنة. حتى كأس العالم خسر في النهائي صح؟ 1-0 روبن اسبانيا. روبن مضيع انفراد قدام كاسياس. زين. دي الحسنة الوحيدة اللي انيستا عملها كده دخل اسكندريه. صلاح الدين دخل في الماتش لما لعب المغرب مش هتيجي بالكوره جول نايم الجول. دلوقتي عندنا عمر مرموش بيعمل حاجات جميلة جدا. عمر مرموش جميل. ده سلابي احسن من عمر. حتى في الكوره المصريه مفيش حد في الكورة المصرية عبد القادر بيرقص اثنين بيعدي واحد احنا بنفرح. وسيبنا اسكندريه يا جماعه. ثمانية كيلو احنا وصلنا اسكندريه. زي نقول مكتبة اسكندريه كده. نفس وزن الريشه بالظبط. ده هيبقى انسان صالح هينتقل للجنه او النعيم صحبه الاله حوره. اما في حاله لو ده انسان مسلم او غير صالح فقدامنا شكل الجحيم او العالم الكتان وورق البردي والجبس في الاخر عشان نحط الرسومات. طب انا قلت دي فتاة رومانية واحنا في قسم الاثار المصرية، مش غريبة شوية؟ طيب تعالى نتعرف اكتر على الرومان واليونان فوق اكتر في قسم الاثار اليونانية والرومان. ده هنشوف التمثال على شكل هيئة الاله اوزير ده او اوزوريس، ده كان اله العالم الاخر من الدقن المعكوفة واللون الاخضر للوش. هنشوف التابوت عليه الالهات الحاميات، من تحت من عند القدم هنشوف الالهة ايزيس، من عند الصدر الالهة نوت، ومن عند الراس الالهة نفتيس. ولو لاحظنا كمان الخط اللي بالطول ده هيبقى عليه القاب الشخص ده ساعتها. طيب التابوت ده للاسف احنا لقيناه فاضي، هو ما فيهوش موميا. اما التابوت اللي ورانا الناحيه الثانيه فده تابوت فيه تماما ما عرفناش نقرا خالص. ده بيقال ان هو